اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفه حلوه كده، نزوم بقى الشتاء والدفا. لازم نعمل عزيزيه بشكل وطعم وحاجه قوام ما شاء الله تحفه جدا. لايك وشير واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. معايا العزيزيه الدمياطي، حاجه كده في منتهى الجمال، طعم جميل، قوام تحفه، حاجه رهيبه ما شاء الله زي اللي بنشتريها بالظبط من المحلات. معايا كوبايتين من الميه، هحطهم كده على النار علشان يغلوا معايا زي ما بنسلق المكرونه بالظبط، بدون اضافه اي ماده دهنيه او ملح، لان احنا هنعمل حاجه معسله او مسكره، فمفيش داعي ان احنا نحط ملح او اي حاجه خالص. انا حطيت كوبايه من الشعريه. ممكن تحطي مكرونه، ممكن مكرونه سباكيتي، اي نوع مكرونه تكون معاكي بتستوي بزياده او بتعجن منك، ممكن تستعمليها في الوصفه ديت، هتبقى معاكي هايله وحلوه قوي. يعني انا استعملت الشعريه. ممكن لو انت عندك مكرونه سباكيتي، وهي الاساسي طبعا في العزيزيه المكرونه السباكيتي، تكسريها كويس، ويعني تخليها في مج كده، تكسريها تبقى بحجم الشعريه زي ما انا مستعمله الشعريه، وتستعمليها معاكي عادي خالص. واهم حاجه ان انت تسوي المكرونه او اي نوع من انواع المكرونات اللي انت هتستعمليها، تسويها كويس. انا حطيت كوبايتين ميه غليوا، فحطيت كمان كوبايه بس ميه تكون دافيه، حطيتها كمان، حسيت ان هي محتاجه كمان علشان انا عايزاها تستوي معايا بزياده، او حجمها اتضاعف في شربة الميه، فانا حسيت ان هي محتاجه ميه تاني. فانت من الاول حطي ميه بزياده او كتري كميه الميه علشان ما تحتاجيش ميه تاني او تضيفي ميه تاني. وهي ما بتستوي بتشرب ميتها طبعا، فبتلاقي حجمها اتضاعف، وهي بقت يعني تحسيها كده مهريه او شبه مستويه بزياده. فكده تبقى ده الحاجة او الشكل اللي احنا محتاجينه. زي ما انتوا شايفين كده، انا حاساها يعني مش مستحملة ان انا احط ايدي عليها، بس هي سخنة، فانا يعني مش مستحملة احط ايدي على المعلقة، فهي بصراحة كانت مستوية بزيادة. فكده يبقى معايا الشعرية او المكرونة اللي انا محتاجاها بنفس الشكل والقوام اللي انا عايزاه. معايا لتر حليب او لتر وشوية كده، يعني كان عندي حوالي لتر وربع كده من الحليب، فحطيتهم كده على النار يغلوا معايا او يسخنوا معايا، يوصلوا درجة الغليان. بعد ما الشعرية بتاعتي ما استوت، هنزل عليهم كده، هنزل على الشعرية بتاعتي على اللبن بتاعي كده زي ما انتوا شايفين كده، ما صفيتهاش من المية خالص. انا سبت الشعرية، كنت بزود لها شوية بشوية من المية، فلحد ما شربت المية بتاعتي كلها تمام، هنزل بها كده زي ما هي. ممكن في ناس بتستعمل مثلا نص كمية الحليب وتضرب الشعرية او المكرونة في الخلاط، فده يعني اللي حابب يعمل الخطوة دي براحتك. ولو حابه انت تضيفيها كده على اللبن وتستعمليها كده تمام، مفيش اي مشكله خالص. النتيجه دي او دي نفس النتيجه واحده، بس العزيزيه اللي احنا بنشتريها من بره بنلاقي طعم المكرونه او شكل المكرونه باين معانا في العزيزيه. فالاساس بتاعها ان احنا بنضيف المكرونه زي ما هي من غير ما نضربها في الخلاط. كده انا بعد ما حطيت الشعريه في اللبن، هنقلب كده تقلبتين، وهنزل عليها كوبايه من السكر ده بقى على حسب الرغبه. ممكن تضيفي كوبايه ونص، بس كوبايه السكر ما شاء الله كانت مظبوطه جدا، وما كانتش محتاجه لا مسكره قوي ولا كانت دلعه، يعني مظبوطه وسكرها مظبوط على اللتر الحليب. كده هنقلب السكر معايا، السكر بتاعي ناعم جدا، فمش هيحتاج وقت طويل ان هو على ما يبوش. وطبعا الحليب بتاعي ساخن او خلاص غلي، فانا كده مهديه النار خالص لحد بقى اما اقلب كده السكر معايا ويبوش، ويبقى كده تمام معايا. العزية جاهزة. هننزل بقى بالنشا. معايا 4 معالق من النشا على نص كوباية من المية، او حليب بيكون ساقع ما يكونش سخن، علشان النشا بتاعي ما يتكتلش معايا. بعد كده هنبوش النشا مع المية، وننزل كده على الحليب بتاعي لحد ما القوام بتاعها تحس ان هو تقل في ايديكي، ويبقى كده تمام. العزية بتاعتي جاهزة ومستعدة ان هي تنزل الصينية. اهم حاجة ان انت ما تسيبهاش على النار وقت طويل، وتحسي كده ان هي جبست معاكي او تنشف معاكي. هي دوبك مجرد ان هي ما تاخد غلوة كده وتحس ان هي بتعمل فقاعات كده، شيليها من على النار على طول، وتكوني مجهزه الصينيه بتاعتك عشان تصبيها فيها على طول. كده تمام. انا بقلبها كده علشان الكتل اللي بتبقى في النشا اول ما بتنزل على المكرونه تحس ان هي بقت كتله واحده، لازم أنا اقلبها بمضرب سلك كده زي ما انا بقلبها كده، عشان تبقى كلها مفرفطه كده ببعضها، والنشا ما يتكتلش معايا في قعر الحله ويشيط معايا او يعمل ريحه مش كويسه في اللبن. وطبعا اللبن
يعني مجرد ان هو عمل لسعة بيدي طعم وحش خالص ومش كويس. اهم حاجة ان انتي ما تسيبيش النار عالية قوي وقت ما تنزلي بالنشا. انا بحط مكعب زبدة، وممكن تحطي معلقة قشطة. المادة الدهنية اللي انتي حابة انت تحطيها ده متاحة ليكي انت تحطيه. انا موجود معايا مكعب زبدة فحطيته. لو انت عندك بقى معلقتين قشطة حلوين كده بلدي يبقى تمام وتبقى جميلة وزي العسل. ممكن تضيفي كمان مكون تالت. لو انت متاح عندك كريم شانتيه ممكن تحطيها برضو، بيعزز طعمها وبتخلي طعمها هايل جدا، وبتبقى قوامها جميل كريمي جدا وتحفة. زي ما بنحطها كده على الرز بلبن برضو دي اضافة ممكن تضيفيها انتي لو انتي حابة انت تضيفيها او متاح عندك. مش متاح عندك زي ما انا مش متاح عندي فحطيت مكعب زبدة. لو انتي مش متاح عندك اي حاجة من دي خالص حطي في الصينية وما تقلقيش خالص. انا معايا الصينية بتاعتي، الصينية البايركس دي زي ما انتوا شايفين كده، يعني المقاس بتاعها حوالي 26 او 24 مش عارفة بالظبط يعني. فانا حطيت اديتها مسحة من المادة الدهنية زبدة، كان عندي من الزبدة كده مكعب زبدة، فمسحت كده في قاع الصينية وفي الاحراف بتاعتي. وشايفين الحرف الصينية بتاعي كبير جدا، فانا مش هحط يعني مش هملى حرف الصينية جدا. العزيزية بيبقى القوام بتاعها او السمك بتاعها بيبقى حوالي نص سنتي، ممكن يبقى سنتي بالكتير يعني زي ما بنشتريها من بره. فانا مش هملى الصينيه بتاعتي للاخر، فانا هحطها يعني كده في صينيتين. انت لو متاح عندك يعني صينيه تبقى تاخد الكميه كلها على بعضها يبقى تمام، ويبقى القوام بتاعها كويس كده معايا. بقى بعد ما سبت العزيه بتاعتي الشمعت كده، الوش بتاعها تحس ان هو كرمش معاكي، او الشمع من الوش تحس ان هو نشف شويه. هجيب معايا معلقه من السمنه البلدي او ممكن زبده، المتاح عندك ده او ده، وتحط عليه معلقه من العسل النحل. ده اللي بيدي اللون حلو كده زي ما احنا بنشتريها من بره او بنشوفها بره في محلات الحلويات بره. بتبقى العزيزيه مديها لون حلو كده وشكلها بيبقى جميل. معلقه سمنه بلدي على معلقه من العسل النحل، وتحطي كده تمسحيها كده بعد ما تلاقي الوش بتاعها اتشمع من فوق، وتروحي مديها كده بالفرشه مسحه بس بسيطه كده من على الوش، يبقى كده تمام. يا رب اللي شايفني لحد كده ما ينساش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل له كل جديد انا بنزله. كده تمام. بقى ندي مسحه كده للصينيه من فوق لحد ما تحس ان الصينيه كلها خدت المسحه بتاعتي للسمنه على العسل، ويبقى كده تمام. انا في الوقت ده بقى شغلت الفرن معايا. الفرن مش محتاجه غير الوش بس، مش محتاجه الفرن من تحت، انا وش بس. فانا شغلته يسخن معايا علشان اول ما انزل مدخل العزيزيه تبقى تاخد معايا لون على طول من الوش. كده تمام. انا مشغله الفرن زي ما انتوا شايفين كده، وهحط الصينيه بتاعتي لحد ما تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله لون كهرمان، حاجه كده في منتهى الجمال. ما شاء الله جميله جدا وتحفه، وطعمها وريحتها السمنه البلدي فيها تديها طعم جميل جدا وريحه حلوه قوي. يا رب الفيديو بتاعي يكون حلو كده ولذيذ كده. شايفين شكل وقوامها، ده القوام اللي انا محتاجاه بجد. وما شاء الله عليها كانت جميله جدا وطعمها كان مميز قوي، حاجه كده في منتهى العسل. جميلة جدا. يا رب الفيديو بتاعي يكون سهل ولذيذ كده وخفيف على قلوبكم، وتكونوا استفدتم لو معلومة بس صغيرة. اهم حاجة ان انتوا تكونوا بتستفادوا مني، وان شاء الله ربنا يجعل ايام